تفتكر الكلب الجولدن هو كلب مثالي فعلا للعيلة وما بيعملش أي مشاكل؟ تعال نشوف. أول سنة أو اتنين من حياة الكلاب الجولدن بتبقى دايما مليانة طاقة وحيوية. الطاقة دي لازم تتفرغ بشكل يومي في شكل لعب وجري وتدريب، واللي هيطلع الطاقة دي بشكل غلط في تدمير الكنب والأساس والسجاد. وما تفهمنيش غلط، هو مش قليل الأدب، هي بس طاقة زيادة هو لازم يطلعها في المكان الصح. علشان كده هو بيبقى محتاجك انت تطلع له الطاقة دي. كمان شعر الكلب الجولدن بيقع بشكل كبير جدا، فلازم تبقى مسؤول عن تسريحه بشكل شبه يومي، وإلا ده هيعمل لك شوية مشاكل. كمان البريد بتاع الجولدن بيبقى عنده استعداد وراثي عالي جدا للمشاكل الجلدية، فده بيحتاج اهتمام مستمر منك ورعاية طول الوقت. الكلب الجولدن هو أذكى وأحن كلب على الأطفال بالذات، والحاجات اللي بيطلبها هو زيه زي أي كلب في الدنيا. هو بس محتاجك إن أنت تهتم بيه علشان توظف طاقته دي في المكان الصح، وساعتها هتشوفه أجمل كلب في الدنيا. لكن قبل ما يبقى عندك كلب جولدن اتأكد إن أنت هتعرف تهتم بيه. اكتب لنا في الكومنتس لو أنت عايز أي معلومات تانية عن البريد دي، أو لو حتى عايز تعرف أي معلومات عن بريدز تانية، واعمل لنا فولو علشان فيديوهات أكتر.